في عالم النهاردة السوشيال ميديا بقت جزء مهم من حياتنا، لكن السؤال هو هل احنا اللي بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدمنا؟ بص على نفسك كده وانت قاعد مع اهلك او بتحاول تذاكر او حتى بتتكلم مع اصحابك، هل دماغك فعلا موجودة هنا ولا موجودة على الشاشة الصغيرة اللي في ايدك؟ احنا في كل لحظة بنبص على الشاشة بنفتقد حاجة مهمة، سواء كانت فرصة اننا نتعلم حاجة جديدة او نقضي وقت مع اللي بنحبهم او حتى نركز في شغلنا، وكل ده بيحصل من غير ما نحس. الإدمان مش بس حاجة زي السجاير أو المخدرات، دلوقتي الإدمان ممكن يكون السوشيال ميديا. بس المشكلة مش في استخدام السوشيال ميديا ذات نفسها، المشكلة لما نبقى مش قادرين نبطل نستخدمها. ليه بنحس إننا مش قادرين نسيطر على حياتنا؟ ليه بنحس إن الوقت بيضيع مننا من غير ما ننجز حاجة؟ الإدمان السوشيال ميديا أو الإدمان عموما بيسحبنا بهدوء وبيخلينا نحس إن حياتنا مش في إيدينا، بيخلينا نسأل إيه اللي ممكن نعمله عشان نرجع نتحكم في حياتنا من جديد. ده موضوع الفيديو واللي هنتكلم فيه النهاردة. بس قبل بداية الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتذكر الله وتدعي لإخواتنا في فلسطين وإخواتنا المسلمين بالتوفيق والسداد بإذن الله. ويا ريت تدعمني بأي كومنت وتقول لي رأيك في الفيديو وتقول لي الفيديو اللي جاي عايزينه يكون عن ايه. هسيب لك لينك المنصات بتاعتي فيسبوك انستجرام تيك توك، يا ريت تخش تتابعني وبس. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا. الادمان مش بس بيضيع وقتك، لا ده كمان بيأثر على علاقاتك. بتحس انك مع الناس وفي نفس الوقت مش معاهم خالص، بعيد عنهم، بعيد عن عيلتك واهلك وصحابك. انت معاهم بجسمك انما دماغك في مكان تاني خالص. وفي الشغل بتلاقي نفسك كل شوية بتمسك التليفون بتمسك التليفون وتشيك هل حد بعتلك رسالة، في مسج، في نوتيفيكيشن جديد. وده بيضيع منك فرص مهمة أوي. كلنا بنحس بالإحباط لما نشوف الوقت بيعدي مننا وإحنا ما عملناش أي حاجة في نفس الحتة اللي واقفين فيها. ومع كل دقيقة بتعدي بتحس إنك ضيعت فرصة من إيدك، وفرصة إنك تطور نفسك أو تحقق هدفك أو حتى تكون قريب من الناس اللي بتحبهم. لكن هل ممكن نغير ده؟ هل ممكن نرجع نتحكم في حياتنا زي الأول بدل ما نخلي السوشيال ميديا تتحكم فينا؟ طيب إزاي نبدأ نغير حياتنا أو إزاي نبدأ في التغيير؟ التغيير مش صعب لكن بيبدأ بقرار صغير، قرار بسيط جواك انت بس. كل اللي عليك ان انت تاخد خطوة بسيطة بس، وهو القرار انك تبدأ. ودي البداية، وتبدأ يومك بحاجة حلوة، حاجة مفيدة زي الصلاة، زي انك تقفل الموبايل الصبح، زي قراءة القرآن، زي المشي، رياضة. او ممكن تكتب اهدافك، حدد اهدافك واكتبها. مش لازم ابدا تكون خطوات كبيرة، ممكن تبدأ بحاجة بسيطة. المهم انك تبدأ، زي انك تحدد وقت بس لاستهلاكك للسوشيال ميديا، ساعة في اليوم، ساعتين. ابدأ بأكتر وقت ممكن تستخدمه، ممكن ساعتين مثلا، مع الوقت يقل لحد ما تحجم استخدامك للسوشيال ميديا. ابدأ تجرب حاجات جديدة مع أصحابك، انزل قابل صاحبك اللي ليك فترة ما قابلتوش، ممكن ترجع تلعب كورة، ليك قد ايه ملعبتش حجز يا اسطى؟ اعمل لي حساب معاك. أنا مصاب بس ماشي. أو ممكن برضه تقرا أو حتى تقعد وقت مع أصحابك بدون التليفون. ومع الوقت هتبدأ تحس إنك بدأت ترجع تتحكم في حياتك تاني وتستمتع باللحظات الحقيقية مع أصحابك ومع أهلك ومع نفسك ذات نفسك، بدل اللحظات الافتراضية اللي على التليفون وعلى الألعاب. طيب إزاي هنتعامل لو انتكسنا؟ يعني أنا حاطط في دماغي إن أنا أقلل السوشيال ميديا أو أبعد عن أي إدمان معين. إزاي نتعامل مع ده؟ أول حاجة هتعامل ببساطة، إن إحنا بشر، طبيعي ما نمشيش زي الآلات. طبيعي تمشي على طول وتقف، مستحيل مستحيل تمشي على طول من غير ما تقف. لو هتمشي بنفس الريت يبقى مش هتطلع، تمشي على طول زي ما انت. انما احنا عايزين نعلى بإذن الله. فطبيعي الانتكاسات تعامل معاها، أول حاجة تعامل معاها ببساطة. ممكن تقع، ممكن ترجع للحاجات القديمة، كمان ممكن ترجع أسوأ، ده طبيعي. بس الفكرة والنقطة والبوينت إن أنت تعرف تقوم بسرعة. واحد انتكست يا باشا، تمام أنا بشر غلطت، بس مش هكررها تاني. ولما تحس إنك رجعت لإدمان، سواء سوشيال ميديا، سواء ألعاب، سواء إدمان فيديوهات، سواء إدمان أي عادة إدمانية أنت مدمن عليها، سواء أكل، سجاير، مخدرات، ربنا يبعدنا عنهم يا رب، شات مع ناس كده وكده، فيديوهات كده وكده، كل ده إدمان. فربنا يبعدني عنها ويبعدها عنكم، اللهم آمين يا رب. متنساش تكتب فيها آمين في الفيديو، وخليك فاكر إن التغيير رحلة، فاستمتع بالرحلة. كده كده الوقت هيعدي، كده كده بإذن الله هتبطل طالما أنت مستعين بالله، نويت، بدأت، اشتغلت على نفسك، كملت، هتتغير بإذن الله. المهم إنك ما تستسلمش وتكمل تاني لحد ما تحس إنك تمام.
وخليك عارف برضو ان الادمان مش بس حاجة تضيع حياتك. خليك فاكر ان الادمان مش بس حاجة بتضيع وقت، لا دي بتأثر على جميع حياتك. ممكن ادمان اغاني تاخد ذنوب، ادمان فيديوهات تاخد ذنوب، سجاير تاخد ذنوب. فانت متدمر في الحياة، ولا قدر الله في الاخرة هيبقى معاك ذنوب كتير. فليه؟ حاول تغير نفسك، ابدأ بنفسك. عندك مثلا ادمان السوشيال ميديا، تلاقي نفسك ماسك التليفون اليوم كله، بتقلب من التطبيق ده للتطبيق ده للتطبيق ده للتطبيق ده، تفتح تشوف حد بعت لك رسالة مش عارف ايه. عشان تبطل ادمان السوشيال ميديا، رقم 1 الغي النوتيفيكيشن. رقم 2 اعمل ليميت للابليكيشنز، فيسبوك، تيك توك، اي منصة عندك اعملها ليميت محدد في اليوم. ومع كل وقت يضيع منك بدون اي فايدة، او بعد كل ذنب انت بتقع فيه وعدت ربنا اولا ونفسك انك مش هترجع له، بتحس بتأنيب ضمير وتحس ان الدنيا مش شايلك. فاحمد ربنا انك عندك ضمير وبتحاول تتغير، دي حاجة حلوة، وبإذن الله تتغير وتوصل للأحسن. بس ففكر في الأوقات اللي ضاعت، فكر بطريقة إيجابية في الأوقات اللي جاية، وإن إحنا هنتغير للأحسن وهنكون أحسن بإذن الله. خليك فاكر إن الإدمان مش حاجة سهلة إنك تبطلها، بس بثقتك في الله وثقتك في نفسك والعزيمة بتاعتك هتقدر تغير أي حاجة، سواء إدمان ذنوب ربنا يتوب علينا، سواء إدمان أكل، سواء إدمان سجاير، إدمان إدمانات كتير. طرق الإدمان والإدمان ذات نفسه ليه أكتر من حاجة، كل واحد مدمن، كل واحد عنده حاجة بيحبها، بس هل الحاجة حلوة هتفيدك ولا وحشة هتضرك؟ فأنت شوف، أنت اللي هتحدد ده. كلام عموما على اي ادمان مش ادمان معين. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، تدعي لي في كومنت، تدعي لاخواتنا في فلسطين. هقول لك كده حاجه في النهايه، لو عايز تنجح استغل كل وقت، استغل كل وقت واستغل اي حاجه قدامك. خلي كل حاجه زي السلم تطلع عليه عشان تنجح، سواء تليفون تستغله تنشر معلومات او تعمل محتوى مفيد للناس بدون اغاني عشان تعمل فلوس من السوشيال ميديا مثلا، او شغل او اي حاجه. استغل كل حاجه تفيدك في الدنيا بعد الاخره. يعني اعمل لاخرتك في الاول. شوف، هتعمل فيديوهات على النت تمام، استخدمش موسيقى، ما تنشرش اغاني. انت ممكن تموت في اي لحظه، وانا ممكن اموت في اي لحظه، محدش ضامن الحياه. اتمنى اشوفك في الفيديو اللي جاي، ولو كملت الفيديو ده اكتب لي في التعليق حبيبي يا اسطى والله، واتمنى اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه. بس سلام. روح صلي عشان العصر أذن، هروح أصلي بعد ما أقفل على طول. خلاص أنا هقفل، هروح أصلي. روح صلي، يلا سلام. متنساش تدعي لي أصلا أنت بتصلي. سلام.